المشروع ده يكسب ولا يخسر، واللي شغال بيقول لك انا بكسب ولا بخسر، انا مش عارف احسبها وانا شغال وخلاص. وفي ناس تانية بتقول ان بتحسبها بطريقه ان مثلا ياكل 3 كيلو علف للارنب علشان الارنب اللهم ربي وبحمدك سبحانك ربي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. احبائي الكرام ورب الارانب في كل مكان، يا رب دايما من نجاح لنجاح وتبقوا في افضل حال ان شاء الله رب العالمين. في الفيديو ده هقول لحضرتك او هجاوب على حد بيسالني سؤال على اليوتيوب كاتب لي في التعليق، وناس برضو قعدت معايا هنا، وناس كلموني في التليفون. فمن ساعه ما العلف بدأ يعلى وهو بيسألني نفس السؤال، او كل ما حد مثلا يجي هياخد ارانب او بيفكر يعمل مشروع ارانب فتلاقيه بيسألنا نفس السؤال، انا هكسب ولا اخسر؟ واللي لسه شغال اللي لسه بيبدأ بيقول لك المشروع ده يكسب ولا يخسر، واللي شغال بيقول لك انا بكسب ولا بخسر، انا مش عارف احسبها وانا شغال وخلاص. وفي ناس تانية بتقول ان بتحسبها بطريقه ان مثلا ياكل 3 كيلو علف للارنب علشان الارنب يحول كيلو لحم مثلا، والارنب مولود مثلا 800 او الارنب مثلا فاطمه 800 جرام مثلا، يعني مثلا بيبقى كيلو 800 في وقت البيع يبقى هو اكله ايه؟ يبقى هو اكله 3 كيلو بس. لا، هي ما تتحسبش كده علشان برضو حضرتك تبقى عندك تبقى فاهم انت بتحسب ازاي، لان لسه في ولسه في ذكر ولسه في احلال ولسه في مريضه ولسه في فاضيه ما هيش عشر. كل الكلام ده لازم يبقى داخل الحسابات عشان تعرف انت بتكسب ولا بتخسر. اولا مش العلف بس اللي بيخليك تخسر، او مش العلف ان هو غلو العلف بس اللي بيخليك تخسر، هو عامل رئيسي واحنا كلنا بنعاني من الكلام ده عشان ما نبقاش في وادي والناس في وادي. لا والله العلف برضو غالي واحنا تعبانين جدا في موضوع ان العلف غالي ده. فطبعا برضو يعني في ناس كتير متأثرة وفي ناس فضت المزارع والكلام ده كله بسبب ان هو العلف غالي او ما هوش عارف يحسبها او مش عارف يشتغل. بس انا برضو عايز اقول لحضرتك ان مش العلف بس اللي يخليك تخسر او تكسب، مش العلف بس اللي مفروض ان انت تحسب علشان العلف غالي. انت مفروض بتحسب كل حاجة حتى من قبل يا جماعة ما العلف يغلى. وكان في ناس بتكتب لنا على النت وده مشروع فاشل، ولو جت حد مثلا يسأل ويقول ايه رأيكم في مشروع الارنب تلاقي تعليقات كتير جدا ده مشروع فاشل ده مشروع فاشل ده مشروع فاشل. وقبل ما كان يبقى العلف هو اللي بيقول ان الواحد بيخسر وبيكسب بيقول لك ده الامراض كتير، ده انا مش عارفين اخلص من مرض اخش في مرض، ده العشار ما فين وفين، ده العشار دايما فيه مشاكل. بيتكلموا في حاجات كتير، يعني المشروع مش علف وبس. فعلشان برضه اوضح لحضرتك الناس بدات تسال قوي وتسال عن الموضوع ده لما العلف بدا يعلى في السعر. طيب هقول لحضرتك برضو الحاجه فيها نسبه وتناسب، يعني نسبه وتناسب. يعني انا اعرف انا العلف بدخله بكام وسعر كيلو اللحم النهارده كام علشان برضو يبقى فيه نسبه وتناسب. برضو الاول كان العلف بكذا واللحم بكذا. انا ما بقولكش والله ان الناس اللي بتقول احنا بنخسر ما بتخسرش، احنا والله كلنا برضو، يعني انا عايز اقول لك كلنا برضو في الفتره ديت بنخسر. بس انا السؤال جاي لي انا احسبها ازاي؟ فعلشان حضرتك برضو عشان طبعا الناس اللي بتعلق لنا او بتسالنا فرض يعني واجب علينا ان احنا نرد ونعرفه. طيب انت الاولا لازم يبقى عندك سلاله كويسه، سلاله منتجه، ارنب مناعته عاليه، ارنب ما يصرفش معاك علاج كتير، ارنب يقدر يتجاوب مع يعني يتاقلم مع ظروف الجو اللي انت شغال فيه. فانت بتدور رقم واحد على السلاله، ان السلاله تبقى كويسه ومحترمه وبتشتغل معاك. الام بعد 10 ايام تحطها تلاقي خصوبتها كويسه علشان الامور تشتغل معاك. يعني مش هيبقى خصوبتها كويسه لوحدها، انا ادور على ام خصوبتها كويسه ومفيش فيها امراض ومفيش فيها مشاكل وعلف كويس يقدر يدي لها الاحتياجات الغذائيه عشان يبقى الخصوبه موجود. لان من غير خصوبه اصلا مفيش لحم ولا في مشروع ولا في موضوع نتكلم فيه، عشان برضه حضراتكم تبقوا فاهمين الدنيا ماشيه ازاي. وان انا انظف في مزرعتي كويس وبقوم بواجباتي كويس، وان انا بحافظ على النظافه، وان انا بشوف بصفه دوريه بفحص في الارانب، وكل الشغل اللي اتكلمنا فيه قبل كده كتير علشان برضه المشروع يبقى كامل مع حضرتك.
طيب احسبها ازاي؟ انا طولت عليك بس عشان برضه يبقى امسك يعني ايه، نبقى الموضوع كله لمين الموضوع كله. الناس اللي بتحسبها بالجرام والناس اللي بتحسب الام بتاكل كام جرام في كذا، دول بيبقوا ساعات قاعدين يعني قاعدين فبنحسب المشروع كده على الورق. الام المفروض تاكل كام جرام كذا لا الموضوع ده يا جماعه ماشي علمي وعلى دماغي ومش معترضين ابدا عليه. بس عايز اقول لحضرتك ان العملي هو اللي بيبين استهلاكك في العلف. لان انت ممكن تيجي تلاقي تحط لها كيلو تاكله، هتقول لي لا طب ما انا احط لها بس قيمتها بس وما احطلهاش علف بعد كده، عشان ما بنبقاش في مبالغه يعني في امهات بتاكل فعلا لحد نص كيلو فعلا، دي معانا وجربناها وشفناها. هتقول لي لا هي المفروض تاكل 200 جرام بس وانا اوفر ال 300 التانيين فادي لها ال 200 جرام بس. جربنا وعملنا كده، لقينا الام بتخس وما بترفعش وما بقاش عندها خصوبه، ولو كده بيحصل لها مشاكل. يبقى هي وجبتها اللي بتقومها وتخليها تشتغل معانا نص كيلو. هو اي نعم مش كل الامهات كده، بس انت عشان بتحسب بقى على الام اللي بتاكل كتير والام اللي بتاكل قليل والام الفاضيه اللي ما هيش عشر وبتاكل في الفاضي، الام اللي عندها التهاب رحم مثلا وده المفروض ما يبقاش عندي في مزرعتي مثلا وما بتخلصش منها بتاكل، والذكر بياكل وام معاها عيالها فاضيه بتاكل هي وعيالها. يبقى انا احسب ازاي علشان حضرتك بس تبقى الامور واضحه خالص وسهله وبسيطه مع حضرتك. انا مثلا ببيع لحم كل شهر مثلا، انا بدي لحضرتك مثال لان في ناس بتبيع لحم كل 15 يوم مثلا مقسمه دورتها على 15 يوم، وناس مقسمه على اسبوع وناس مقسمه على شهر، كل واحد على التقسيمه اللي هو شغال بيها. انا مثلا ببيع لحم كل اسبوع، يبقى انا عارف انا بدخل كم شكاره لمزرعتي مش للحم. مش اللحم بس بياكل قد ايه، المزرعه كلها بتاكل قد ايه. يعني المزرعه بتسحب مني في الاسبوع مثلا شكاره، يبقى الشكاره مثلا يعني مثلا لو المزرعه مثلا بتسحب مني شكاره 50، يبقى الشكاره ال 50 بكذا فلوس وانا بطلع لحم بكذا، يبقى اللحم ده راجع فيه زياده فايضه يعني غطت العلف وفضل فلوس ولا لا؟ طب غطت العلف والادويه وكده كل المصاريف اللي بصرفها غطتها ولا لا؟ هنا اعرف بكل بساطه انا دخلت شكارتين علف وبعت قد ايه لحم. بكل بساطه انا صرفت قد ايه في الاسبوع علف وجبت ازازه دواء كذا وعملت كذا، يبقى انا صرفت في الاسبوع مثلا 100 جنيه. طيب انا لما جيت بعت ب 110 يبقى انا كسبت 10 جنيه. طب انا بعت ب 90 جنيه يبقى انا خسرت 10 جنيه. الامر سهل خالص وبسيط، سيبك من ان انت هتحسب بالجرام ومفروض ياكل كذا. في ساعات تيجي تدي للارنب 50 جرام ما يحولش معاك، معلش ما هو بيبقى علف تعبان، بقى علف مش كويس. انما برضه اقول لحضرتك برضه في الفيديو وما زلت بنصح الناس بيه، حبيبي ما تدورش على علف رخيص وتبقى والمزرعه ما تقومش بيه. ما هو انا جبت علف رخيص وما قومليش وما عادش عنده خصوبه علشان هو العلف رخيص 20 جنيه ولا 30 جنيه كمان ولقيت ما فيش خصوبه، يبقى ما فيش خصوبه، يبقى ما فيش امهات هتعشر، يبقى ما فيش انتاج، يبقى ما فيش لحم، يبقى انا بخسر اكتر. طب هجيب علف رخيص وافضل اعلف في الارنب عشان تحول لحم، الارانب تقعد عندي لحد 90 يوم و80 يوم والارنب ما بيحولش ولا ايه. والله العظيم حد كان بيكلمني بيقول لي انا النهارده بقالي عندي 60 يوم والارنب كيلو و200. طب ده يعني علشان بيدور على علف رخيص؟ لا غلط، والله العظيم ده غلط، ده هيخسرك. فانت تدور على العلف اللي فيه القيمه الغذائيه اللي بتقوم الارنب حتى لو غالي شويه بس علشان تقدر تشتغل. انما هيبقى العلف غالي مثلا واروح ادور على الرخيص علشان اكسب او اخسر اكتر، ده غلط وقله اداره في المشروع. فعلشان حضرتك برضو تبقى دي نصيحه لوجه الله. طب اوفر العلف ازاي؟ انا قلت لك في فيديوهات قبل كده توفر العلف ازاي، والفيديو واللي يسمع الفيديو ده لو ما سمعش الفيديو اللي قبل كده اللي توفر العلف ازاي يكلمني او يكتب لي تعليق وانا اعمل له الفيديو تاني، لان مهمتنا ان احنا نوصل الناس واللي احنا عرفناه نقوله للناس علشان كله يستفيد. فانت زي ما قلت لحضرتك دور على علف كويس يقوم مزرعتك. العلف ده معايا ومقوم المزرعه وماشي كويس،
يبقى انا اشتغل عليه واشوف عندي عجز في ايه. طب احنا مثلا بخسر قد ايه؟ ممكن اكون بخسر حاجه قليله واصبر شويه وما افضش المشروع علشان لما العلف ينزل هرجع لوضعي وابقى كويس. طب انا بغطي نفسي، يعني مثلا اللي بصرفه هو اللي بجيبه. طيب اصبر شويه عشان اول ما العلف ينزل ابقى انا بكسب. فمش على طول نحل المشكله بان احنا نفض المشروع، لا انا ما بقولكش كده. لا بقول لك فض المشروع ولا بقول لك اخسر كتير وافضل مستمر في المشروع. اعرف ايه اللي بيكسبك واحسبها كويس وهات امهات كويسه واشتغل كويس ونظم نفسك وبعدين قول انا بخسر ولا بكسب. مش معنى ان واحد، يعني يا جماعه واحد عنده مثلا نتايتين وذكر في بيتهم مثلا او كده، ولما العلف غلى بيقول لك انا بخسر. امال اللي عنده بيت امال الناس اللي عندها مزارع كبيره ما تعمل ايه؟ ما برضه يعني يبقى في ايه، يعني برضه عايزين، مش معنى ان العلف غلى لا، يبقى انا برضه احسبها كويس. شوف هات سلاله حلوه، يبقى عندك انتاج، الامور ماشيه معاك، احسب كويس. انا ما بقولكش استمر في المشروع عشان ما حدش يزعل مني، ولا بقول لك لا فضه عشان ما حدش يزعل مني. انا بحسب معاك وبدردش معاك كده بالكلام ان انت تحسبها، وقبل ما تاخد القرار تفكر فيه وتكون حاسبها كويس. لان برضو انت النهارده هتفض الارانب وهتبيع البطاريات اما تيجي تشتغل تاني هتلاقي سعر الارنب علا، وهتلاقي سعر البطاريات علت، وهتلاقي الدنيا غير الدنيا، وهتلاقي العلف برضو علت. فانت احسبها كويس علشان ربنا يكرم الجميع كده والناس كلها تبقى ماشيه، يعني ايه، ربنا يا رب ييسر الحل للناس. وان شاء الله يعني مش هنفضل كده، مش هنفضل، لازم ان شاء الله يبقى فيه يعني حلول، ولازم الدنيا. وانا اديت لحضرتك اكتر من حل في توفير العلف. العلف غالي، مش هروح اجيب علف رخيص، لا اوفر بالطريقه دي. انا قلت لحضرتك ان شاء الله الفيديو بعد ما ينزل وتتفرج عليه، لو في عندك اي تعليق انا تحت امرك، رقم تليفوني موجود على القناه، انا تحت امرك. احنا عايزين الخير والله لكل الناس. انا بس كنت برد على الراجل اللي مش عارف يحسبها، عشان ما يبقاش يحسبها بالجرام ويقعد يتعب ويحط كام جرام وكذا والكلام ده ويتعب. انا حسبتها له حسبه بسيطه كده بالعملي. لو برضو الفيديو ما وضحلوش او برضو حد عنده تعليق، انا تحت امر الجميع. تحياتي لكل الناس، دايما مشرفينا ومنورينا على قناه اخوكم محمد حسان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.